لو الخمس حاجات دول مش موجودين عندك فالشغل دايما هيبقى معتمد عليك وعمرك ما هتعرف تتوسع. تعال اقول لك ازاي نخرج من الوظيفة ونبني بيزنس. اول حاجة هنبطل الإدارة بالذاكرة. كل حاجة لازم يبقى لها سيستم. تاني حاجة لازم ندير بالأرقام مش بالإحساس. رابع حاجة لازم يكون عندك إدارة وسطية، هيبقى عندك بقى سوبرفايزر وتيم ليدر ومانجر. خامس حاجة لازم يبقى فيه رقابة وتقارير ومتابعة. ممكن برضو لو انت محتاج كواليتي كنترول يكون عندك كواليتي كنترول عشان تمنتين الكواليتي بتاعتك تبقى ثابتة يعني. اي حاجة بتستخدمها دايما يدويا بتتكرر ممكن تعملها اوتوميشن، ده هيوفر عليك كتير. اخر نقطه بقى اللي هي المهمه جدا، البروسيجرز. تحط ستاندر وبروسيجر. يعني ايه تحط ستاندر وبروسيجر؟ لو افترضنا ان انت مثلا مطعم، يبقى السندوتش لازم بيخرج بالشكل الفلاني، الاكل بيتحط بالترتيبه الفلانيه، كل حاجه تبقى طالعه عندك بطريقه واحده. مكان بيتنظف، المكان بيتنظف بالفوطه الفلانيه اللي لونها كذا، تعمل مثلا الوان فوط مختلفه، تعمل بروسيجر وتبقى واضحه للاستاف كله. ليه؟ ده هيساعدك ان انت منتين الكواليتي، منتين مثلا الهايجين. عارف ان في ناس كتير ما بتفكرش في موضوع الهايجين ده، بس هو مهم جدا وممكن تستخدمه تسويقيا على فكره. فالبروسيجر دي مهمه جدا 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 جدا، وهيساعدك في الاكونتابيلتي ان انت هتقدر تحاسب الناس ما عملش ده ليه او ما عملش ده ليه. بس اتمنى يا رب ان انا اكون فدتك. ممكن تشير ده مع حد عنده بيزنس او بيفكر يفتح بيزنس، لان الحاجات دي هتفيده جدا.